السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكلتنا اليوم رح تكون أكلة موسمية، هي موسمها هلأ بالصيف، البامية الفريش. مثل ما بتشوفوا بلشنا قلينا لية خروف، حطيت هذا خليتها يعني تنزل الدهن اللي فيها، دوبتها، نزلت عليها معلقة سمن بلدي، وهلأ عم بنزل اللحمة بنجيبها راس عصفور، يعني قطعة صغيرة بدون عظم. هون عم بقلبها شوي مع الدهنة والسمنة لحتى تاخد من الطعم. هون بنزل تقريبا يعني نص معلقة صغيرة ثوم مهروس، بنقلبهم شوي، وبعد هيك بنحط المطيبات. طبعا حطيت ورق غار، ورح احط لومي، بنخزقها شوي اللومي قبل ما ننزلها، وهذا بصلة صغيرة كتير قد حبة اللومي، وهي فلفل اسود. تقريبا ما بنحط بهارات اكتر من هيك، حسب الرغبة اكيد، لكن بالنسبة للبامية يعني هي بهاراتها. هلأ رح نضيف عليها المية المغلية ونتركها لحتى يعني تقارب على الاستواء. قبل ما تستوي اللحمة بشوي بنكمل معها. هلأ بنتركها تستوي. هون مكان الرز حطيت طبعا زيت او سمنة حسب انتو شو بتحبوا، وحمرنا الشعيرية، وبعدين نزلت الرز اللي كنت اصلا غسلته نقعته لمدة نص ساعة، حبة متوسطة، قلبته شوي مع الشعيرية لحتى تدفى الحبة، وبعدين بننزل عليه العيار تبع المي. اذا بتحب تضيفي بودرة دجاج ما في مشكلة. بنزبط طبعا الملحة. يعني هي طريقة طهي الرز، المفروض انه هو ما ننزلها في كل طبخة، لانه صارت نازلة كتير بالفيديوهات اللي موجودة في القنوات. بنقلبها، بنحطها على نار متوسطة، على اكتر من متوسطة، لبين ما تشرب المي تبعتها. زي ما عم بتشوفوا بصير عندنا هيك مثل خلية النحل. بعدين بنوطيها بالمرة، بنوطيها على الأخير، بنغطيها لمدة ربع ساعة، وهيك بكون جهز الرز معنا. هلأ بنرجع للحمة. اللحمة هون عندنا استوت تماما، أو يعني خلينا نقول بدها لسه شوي صغيرة استوى، بس شبه مستوية. بننزل عليها البامية. طبعا البامية هاي أنا كنت عاملاها من قبل، حطها بالفريزر، يعني قليتها، خليتها لما تبرد حطيتها بالفريزر، فاستخدمتها من الفريزر. وبنظبط ملحة البامية، بنظبط الملحة تبعت المرقة. وهون بالنسبة للصوص، أنا جبت توم، دقيته كتير ناعم، وقلبته شوي بالزيت، زيت الزيتون، وبعدين نزلت عليه الصلصة وحمصتها مثل ما عم تشوفوا. بنضل بنحمصها شوي، يعني تقريبا دقيقتين 3، وبعدين بنبلش ننزل عليها شوي شوي من مرق البامية، المرق الموجود عندنا مرقة اللحمة. شوفوا كيف عقدت هون، عقدت معي. بنزل عليها من المرقة اللي أنا حاطة فيها، سالقة فيها اللحمة وحطيت فيها بامية، وبنقلبها لحتى هون تعطينا طعم الصوص كتير بيكون طيب، وبيكون عنا كمان لون حلو، وبيكون تقيل. هون حركنا وبنتركها تغلي لفترة، خلينا نقول لحتى تستوي البامية. يعني بتاخد لها حسب نوع البامية اللي معك، يعني بتاخد لها ربع ساعة، ثلث ساعة، ممكن أكتر شوي. هون زبطت شوي ملح وفلفل أسود. خلص أخذنا هون النتيجة النهائية. هيك البامية استوت واللحم استوت والصوص، شوفوا ما أحلى لونه، وتقيل بيكون معقد. وبنقدمها طبعا مع الرز اللي جهزناه. هذا الرز مثل ما عم تشوفوا، شوفوا كيف مفلفل كل حبة وحبتها. وبنقدمه مع مخللات، مع الفلفل الأخضر، مع الفلفل الرومي، مع الزيتون، مثل ما بتحبوا. بتمنى إنكم تجربوها وتقولوا لي بالتعليقات شو رأيكم، ويعطيكم ألف عافية.